حضرتك كأب وأم عايزك تسأل نفسك سؤال: يا ترى ابنك المراهق عارف فعلا هو مين، ولا هو بيحاول يكون أي حد تاني غير نفسه؟ لما بنشوف المراهق كل يوم بحال مهووس بقصات شعر مختلفة، مرة يكون طموحه الوحيد في الحياة إن هو يركب سكوتر ويلف بيه الدنيا، ومرة تانية تلاقيه غرقان في الانعزال والمزيكا اللي مش مفهوم منها كلمة. إحنا كأهل وقتها بنتخض وبنسأل نفسنا سؤال: هل ابني ضاع؟ تاه مني؟ هل ابني مبقاش ليه أي مستقبل نهائي؟ الحقيقة إن كل دي أسئلة نابعة من مخاوف فطرية، ولكن السؤال الأهم اللي لازم نسأله لنفسنا: هل المراهق فاهم نفسه فعلا؟ والإجابة هي كلمة واحدة: لا. المراهق في السن ده عامل شبه الممثل اللي واقف في أوضة اللبس بيجرب لبس كذا شخصية علشان يقدر يقدمها أو يطلع بيها لمسرح الحياة. قصة الشعر دي مش مجرد موضة، دي محاولة منه لرسم حدود خارجية لجسمه اللي بيتغير. أنواع الاسكوترات والهوايات المختلفة دي محاولة منه لإيجاد هوية واضحة يقدر ينتمي ليها بره حدود البيت. واللي ما تعرفوش إن المراهق كل يوم بيسأل نفسه أسئلة وجودية ما بيكونش ليها إجابة، وبتبان نتيجتها في المشكلات السلوكية. أنا مين بعيد عن بابا وماما؟ يا ترى لو بقيت من الشلة دي هكون مقبول؟ هل أنا اللي بختار اهتماماتي ولا هي اللي بتختارني؟ الحقيقة إن التقلب اللي بنشوفه هو جزء أساسي من البحث عن هويته. هو مش فاقد لنفسه، هو بيعمل تصفية لكل القيم والمبادئ اللي كبر عليها علشان في الآخر يوصل لكلمة واحدة، ألا وهي أنا الحقيقية. في النهاية المراهق مش محتاج حد يقول له أنت تايه، ولكن محتاج حد يقول له إن التوهان جزء من الطريق. فلازم نسيبهم يجربوا كل الأقنعة دي بسلام، وما نخافش من التجربة، لأن ساعتها هنحرمهم من الوصول لنفسهم.